هلا المشهد العراقي هن شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لشارون اعمل لك شي مجزره بس لننتقل من المشهد العراقي وننتقل، يعني صارت فرصه اغاني في 10 اخبار سياسيه وكانها هي التوب 10. نعم. انه مره هون مره هون، مره بسوريا مره بلبنان. هلا الحاله السوريه اللبنانيه هي اللي مسيطره. مين اللي عم يصنعها؟ عم يصنعها الامريكي. وانا عم بحكي الان من جوات لبنان، وانا بدعي من خلال هذه المحطه اللي يمكن تتهم او تدان او كذا وكذا انه ما نستقوي على الاخر بخبر ربما يكون مو صحيح. لا، الخبر يجب ان يكون صحيح ويجب ان يكون دقيق جدا، لانه انا منبر اعلامي وما نكون نحن المنابر الاعلاميه نمثل حارات، يجب ان نمثل حاله وطن. فنحن بنرجع بنقول انه لا تخلونا نحن كفنانين جزء من هذه اللعبه، ولا تخلوا الشعوب العربيه يعني تتناكد على بعضها البعض او تتلاسن او نتيجه اخبار من هون ومن هون ومن هون. لا، هلا تصور نحن مو قادرين نعمل حاله راي عام واحده. يعني كنا بزمان لما كان عندنا محطه سوريه واحده كان عندنا موقف واحد. هلا الان ما في، بتفتح بتلاقي بسوريا، بتلاقي روتانا، بتلاقي كورنا، بتلاقي رياضه، بتلاقي شتتوك انت كموقف. هلا ممكن انا عم سوي مقابله الان مع نشان هون بهذا الاستديو، وكثير ناس مش شايفتنا، ثاني يوم بيقولوا والله كنتوا عم تعملوا، بينما سابقا كانت الناس محصوره في عمل جيد، محصوره في اغنيه جيده، محصوره في محطه جيده. الان ماعت الامور، فلذلك نحن صرنا نقوم باعمال على الشاشه كفنانين نغدر انه نروح والله قال نعمل موقف حاله وطنيه، بيطلع الحاله الوطنيه عملتها امريكا. تصور. ولما تيجي انت تاخذ موقف صحيح ممنوع. طب نفتعل ببعضنا بعدين بنعلق على الشمعدان الامريكي الصهيوني طبعا ومنلومه وبنقول انه الخطا على عتبه ابوابهم هن ونحن ابرياء لا 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 اخطائنا، هي اخطائنا بالاساس، هي اخطائنا من لما بدت من 48 لما قالوا لك ماكو سلاح عغاتي، من لا هلا نحن اخطائنا. هي عم نعلقها عشان مات الاخرين، بس الاخرين مستفيدين من هذا الوضع. وانا بتمنى احيانا بقول يا ريت ما طلع عنا نفط، اقسم بالله، لحتى ما يهتم العالم بهذا الموضوع، بس رغم ذلك رح يهتم، لانه الغرب الحرب على المشرق من الغرب ما كانت حرب ضد الاسلام، ولا بعمرها كانت ضد الاسلام. والحمله الصليبيه الاولى كانت ضد الكرسي الانطاكي ودمروا الكرسي الانطاكي. هذا لازم نعرفه، ولازم نعرف اكثر كمان انه حتى الحاله الارثوذكسيه هي الحاله المستقيمه الراي اللي كانت في المنطقه دمروها عبر القسطنطينيه، دمروها بالكرسي الانطاكي، وقعوا القسطنطينيه، ودمروها بالاتحاد السوفيتي. لانه حتى في كنيسه القيامه هناك غرفه موجوده، غرفه الكنيسه الروسيه اللي كنا احيانا نستمد قوه لانه ضعفت حالتنا هون.